راح وياكم شخص أول مرة بحياته يستخدم موبايل قابل للطي، فراح أحكي لكم اليوم تجربتي، شنو المميزات اللي حبيتها وشنو الشغلات اللي مو كلش ارتاحت وياها، حتى إذا أكو شخص يفكر يحول للفولد راح تكون هذا الفيديو مرجع له. ممكن ما نلش على كل شيء ونركز على شكله الحلو؟ لا، اوكي تمام. فيلا خلينا نشوف تجربتي ويا هذا الموبايل. اهم حركه من شفت انبوكسنج بالتيك توك واحد كتب تعليق يعني واحد يشتري موبايل بمليون ونص على مود هاي الطبقه. أول شي خلونا نحكي بتصميم الجهاز. ما نقدر ننكر أبدا أنه جهاز السامسونج فولد جاي بتصميم أنيق كلش. بالنسبة للشاشة الرئيسية الداخلية فحجمها 7.6 إنش، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وعندنا الشاشة الخارجية بحجم 6.2 إنش مع نفس معدل التحديث. في البداية أول ما بديت أستخدم هذا الموبايل حسيت بأنه الفكرة صعبة، يعني حسيت أنه أنا دا أتعامل ويا جهاز زين، ما أدري شلون أوصف الموضوع، بس بعدين بديت أتعود على الموضوع وحبيت الفكرة، خاصة أنه الشاشة كبيرة. يعني هسه من أفتحها الشاشة كبيرة أقدر أباع بوضوح، أقدر أشتغل بيها بوضوح، وخاصة كوني شخص يعني أضوج من الشاشات الصغيرة، فلذلك دائما أشتري سلسلة الألترا من سامسونج. يعني عندي هذا السامسونج اس 22 ألترا ودا أصور حاليا بالاس 24 ألترا. ما أحب الشاشات الصغيرة كلش تتعب عيني، بس الآن ارتحيت باستخدام الجهاز أثناء ما ينفتح وأثناء ما ينغلق. بصراحة حبيته لما ينفتح أكثر، لأن الشاشة لما تنغلق يعني إذا تريدون تستخدمون هاي الشاشة الصغيرونة حسيتها شوية متعبة رفيعة. فخلي أقارن لكم إياها مثلا ويا ال 22 ألترا، مثل ما تشوفون هنا الفرق واضح. هاي شغلة حبيت أقولها لكم كتجربة شخصية. هذا راح يصير إذا أول مرة تستخدم جهاز قابل للطي، كلش راح تخاف عليه كلش. إذا تدورون بشي تمسحون بيه تلفوناتكم فالوصلة مال المناظر أحسن شي بالدنيا. وبالنسبة لموضوع الوزن بصراحة ما تم ملاحظة فرق كل شوي عن جهاز مثلا الألترا، حسيت الموضوع متوازن نوعا ما. فهذا التطوير سوته سامسونج حلو على هاي النسخة، اكو فرق عن النسخة اللي فاتت راح اكتب لكم اياه هنا، بس اكيد هذا الشيء خلى سامسونج تضطر انه تضحي بمميزات بسيطة مثلا على مود تحافظ على وزن منطقي للجهاز مقارنة بالاجهزة الثانية. مثلا بالنسبة لسعة البطارية اللي هي 4400 ملي امبير، هو اكو ناس قالت بانه هاي السعة قليلة بالنسبة لجهاز قابل للطي، بس الحقيقة انه انا بعد ما بحثت وتأكدت سامسونج تريد تزيد السعة مال البطارية فالجهاز راح يكون اسمك، وهذا الشيء ممكن يكون مو مريح بالنسبة لهواي اشخاص يستخدمون هذا الجهاز واولهم اني. بالنسبة للشاشة والالوان فمثل ما قلت لكم اكثر شيء حبيته هي الشاشة الكبيرة والالوان مالتها كلش زاهية، فراح تكون كلش مناسبة إليك إذا تريد تباع دروسك أو إذا تريد تصفح بيها أو إذا تريد تباع مسلسلات، كلش راح تكون حلوة ومريحة للعين وتعطيك تجربة كلش مميزة. واحدة من أبرز المزايا اللي استفادت منها من هذا الجهاز القابل للطي هي الإنتاجية. الجهاز يسمح لك تفتح أكثر من تطبيق بنفس الوقت، فمفيد كلش للأشخاص اللي عندهم شغل متكرر. مثلا أنا استغليت هاي الميزة، أقدر مثلا إنه أنا طالعة أفتح الجوجل ماب وأفتح هماتين بودكاست وأفتح هماتين الإنستغرام أرد على الرسائل أو أفتح الإيميل، اقدر كلهم افتحهم بنفس الوقت. وانا شخصيا مثلا لما استخدم اللابتوب تلقوني مقسمه الشاشه قسمين او 3 اقسام، لانه دائما اتعامل ويا اكثر من شغله بنفس الوقت. ففكره انه يكون عندك موبايل اساسي تستخدمه للشغل بيه هيك ميزه كلش راح تكون تسهل عليك شغلك وحياتك. وهسه خلينا نحكي باكثر شيء الناس اختلفت عليه هل هو مفيد او لا، اللي هي مميزات الذكاء الاصطناعي. اكو ناس قالت بان هاي المميزات مفيده وحلوه، اكو ناس قالت راح تستخدموها يومين وبعدين تملون منها وتبطلون. مبدئيا خلينا نحكي بالجالكسي اي بشكل عام. انا كشخص استخدمت الجالكسي اس 24 الترا واستخدمت مزايا الذكاء الاصطناعي اللي موجوده به. اكو مزايا ظليت استخدمها لحد اليوم، يعني هسه الجهاز صار عندي تقريبا 4 اشهر 5 اشهر. اكو مزايا استخدمها لحد اليوم واكو مزايا يعني مغلسه عليها. واحده من المزايا اللي لحد الان استخدمها اللي هي مثلا انه اني امسح فد شيء من الصوره، او مثلا تعديل الصوره بشكل عام، البحث عن عنصر معين موجود بالصور. هاي اكثر الميزات اللي انا دا استخدمها مثلا بجهاز الاس 24 الترا بعد مرور 4 اشهر و5 اشهر كاستخدامه موبايل رئيسي. اغلب اللي متابعيني بالانستغرام يعرفون انه الاس 24 الترا موبايلي الاساسي، فخلينا نحكي شويه بهذا الموضوع. خلينا نترك المزايا اللي اوريدي موجوده بالاس 24 الترا ونشوف اللي نزلت بعدين. اكو مزايا راح تستخدمها يوميا بشغلك، بما انه جهاز الانتاجية مثلا تقدر تسرج على اي شيء بالسكرين من خلال النقر على هاي الدائرة. بصراحة ميزة تختصر عليك وقت بدل ما تسوي سكرين وتقعد تبحث بنفسك. وتطبيق النوت تقدر تحول اي فويس اوفر خاص بيك لكتابة مباشرة، وتقدر تلخص الملاحظات مالتك بمقال مرتب. يعني هم كلش مفيدة بصراحة.
بدل ما أنت تفتح تطبيق ذكاء اصطناعي ثاني، هي موجودة بداخل تطبيق مال نوت. وأكيد مزايا تعديل الصور مثل حذف عنصر أو توسيع الإطار، هاي كلش استخدمتها بشكل متكرر حتى بالإس 24. أكو مزايا تحسها كمالية بس هي صراحة لطيفة ومفيدة، مثلا إنه تحول الصورة لرسمة أو كاريكاتير، ممكن تتونس بيها، تسوي صورك، صور أصدقائك، بس يعني مو حتستخدمها بشكل يومي. وبالنسبة لكاميرات الجهاز فبصراحة الكاميرات كلش حلوة سواء الأمامية أو الخلفية، والجودة كانت كلش واضحة. بس أكثر شيء عجبني إنه أنت تقدر تشوف نفسك وأنت تستخدم الكاميرا الخلفية، وأكيد كلنا نعرف إنه تصوير الكاميرا الخلفية أحسن من تصوير الكاميرا الأمامية، بس إحنا نواجه مشكلة انه ما نقدر نصور بالكاميرا الخلفية دائما لانه ما عندنا حد يصورنا، فتقدر وانت تصور نفسك بالكاميرا الخلفية تشوف نفسك من هاي الشاشة. فخلينا هسه نشوف لقطات تجربة كاميرا الموبايل. بالنسبة للأداء يعني ما يحتاج نحكي إنه المعالج أكيد حيكون ممتاز لأنه الجهاز سعره 2.5 مليون. أكيد راح يشغل لك الألعاب القوية، وأصلا شفت أكو ناس بالتيك توك يعني تخيلوا إنه أنا مقسمة هسه الشاشة 4 أقسام، كل قسم خالين بيه لعبة، يلعبون 4 ألعاب نفس الوقت. أوه ماي جاد، حرفيا صدموني. والألعاب كلها تمشي وياهم بسلاسة، بس منو يريد يلعب 4 ألعاب نفس الوقت؟ هسه خلينا نسولف والملحقات اللي ممكن تشتريها لهذا الموبايل. طبعا هذا الموبايل إجاني من وكالة عين الفهد ببغداد. أول شيء شاحنة، بس خلينا نشوف الموبايل الثاني وينها. فجبت منهم هاي الملحقات، هذا الكيبل وراس الشاحن اللي هو 50 واط، وهذا الكفر اللي وياه الاسبن مال الموبايل. فهذا هو كفر الموبايل وهذا الاسبن مالته. اوكي، صراحة انا اشوف القلم كلش ضروري انه انت تشتريه ويا ما تشتري الموبايل، كلش راح تكون مختلفة عن ما تستخدم بس اصابعك، خاصة مثل ما قلنا اذا تريد تستخدم هذا الموبايل للشغل وتدوين ملاحظات باقي الأشياء. بالنسبة لأهم شيء اللي هي القيمة مقابل السعر، إذا أنت شخص تريد تستخدم الموبايل للأعمال مالتك وأنت شخص مالتي تاسك بالعادة تشتغل أكثر من شغلة بنفس الوقت، فالجهاز هذا كل شوي راح يساعدك بالتقليل من التشتت إذا ما عندك مشكلة بالسعر. وأهم شيء تشتري الجهاز اللي يخدمك ويخدم إنتاجيتك بغض النظر عن السعر، فأكيد جو أهيد واشتري هذا الموبايل. بس إذا أنت يهمك السعر وخالي ببالك ميزانية معينة، فأكيد أكو بدائل ثانية ممكن تكون مناسبة لك. فهو جهاز أصلا سامسونج سويته لفئة معينة ممكن يستفادون منه. وإذا وصلتوا لهذا الجزء من الفيديو فشكرا على المتابعة. أريد أشوف رأيكم بالجهاز وبالمراجعة مالتي بالتعليقات. مشتركين بالقناة لحد الآن فايش منتظرين؟ ولا تنسون تتابعوني على وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام وتيك توك، راح تلقون الرابط بصندوق الوصف. ومع السلامة.